اهلا بيكم على قناة البورصاجي. النهاردة الفيديو علشان الناس اللي بتقعد تستخدم انديكيتورز، وبلاقي ناس على السوشيال ميديا عمالة تشير انديكيتور وده يلحق ده طالع وده نازل. بصراحة الموضوع مستفز جدا يا جماعة. عارفين ليه؟ علشان كل حاجة قدامكم واضحة وصريحة ومش محتاج تستخدم انديكيتورز، لان الانديكيتورز دي ساعات هتلوثك اكتر ما هتكسبك. هقول لك ليه. يعني انا فاتح دلوقتي الشورت على الباوند ين. هديكم مثال بسيط جدا. يعني انت مش محتاج اي انديكيتور، ومش محتاج انك تقعد تشتري في انديكيتورز وتشتري الحاجات اللي بيقعدوا ينزلوها على السوشيال ميديا، والانديكيتور ده اكيوريت مش عارف بنسبة 80%، وده اكيوريت بنسبة 70%، والانديكيتور ده هيخليك غني تاني يوم الصبح. يا جماعة بعد اذنكم، الكلام ده كله انسوه. الكلام ده مش موجود. الكلام ده مش هيحصل. يعني اللي في المجال ده وشغال بقاله كام سنة، اعتقد اللي هيسمع الفيديو ده هيضحك على الكلام ده اكيد فور شور. عارفين ليه؟ لان هي لو كانت بالانديكيتور، طب ما كان كلنا جبنا انديكيتور وكلنا بقى معانا ملايين. يعني فين المشكله في الموضوع؟ يعني ما هي سهله اهي. ما نجيب الانديكيتور وات ايفر يا عم سعره كام؟ ياك يا رب يكون ب 50,000 دولار، هجيب من وراه ملايين. يعني فكروا فيها بس، يعني قبل ما تشوف الكلام ده وتصدق الكلام ده. لو هي ماشيه بالانديكيتورز كانت الناس كلها عملت فلوس منه يعني. فالفيديو ده النهارده علشان بس اوريك ان الموضوع مش محتاج انك تبقى يعني ركز مع حته الانديكيتورز. والانديكيتورز عمرها ما كانت اكيوريت، وعمرها ما كانت بتخلي الناس تكسب كل تريده. هي الفكره كلها انك ازاي تعرف الشارت بتاعك. لو انت فاتح الباوند ين فور اكزامبل او كمثال على فاتحه على الفور اورز ماركت اوبن اهو. فاهم حاجه؟ بس تعرف ترند السوق ازاي. ليه بقى تعرف ترند السوق؟ لان الترند ده هو اللي انت هتحط عليه السيناريو الاولاني بتاعك. هو ده اللي انت هتخش فيه. يعني ايه؟ يعني بصوا الترند ده. يعني شايفين كل ده؟ اوريك. شايفين الترند لاين ده؟ انا مش بقول هنا هنترند بالترند لاين، بس انا عايز اوريك السوق ماشي ازاي. ليه؟ إيه اللي في دماغك قبل ما تعمل اي حاجه؟ ان الماركت هنا في حاله صعود، وانا على الفور اورز. فلما اجي اخش اي تريده، ما تخشش بقى عكس الترند. يعني ما هو الترند طالع اهو قدامك اهو، باين على الفول اورز وعلى الديلي، وهتلاقي الترند طالع. انت كل اللي عليك انك تحدد بس الفير فاليو جابس فين. يعني خلينا ناخد مثال. لو انا في تريده زي دي، تمام. دي صعب انك تشوفها دلوقتي علشان لسه الماركت ما عملش شيفت ستراكشر، بس شفت الماركت عمل كسر الاستراكشر وطالع ترند، طالع عندك هنا فير فاليو. بص على فير فاليو جابس، حطها كده وشوفها قدام عينك. شوف ازاي البرايس بيروح للفير فاليو جابس ويحترمها، وبعد كده يطلع منها. شايفين؟ كل دي فير فاليو جابس. شايفين ان الفير فاليو جابس برايس يا دوبك بيلمسها ويروح ناطر لفوق، يلمسها ويروح ناطر لفوق، لغايه ما جاب ايه؟ لغايه ما جاب ليكويديتي هنا. هي دي ده الليكويديتي اللي عايز يوصل لها. بص بقى لما جاب الليكويديتي ايه اللي حصل. هو المفروض لما بيحصل ليكويديتي حاجه من الثلاثه بتحصل. يا اما كونسوليديشن بيفضل يعني شبه السيناريو ده بيفضل يكونسوليديت هنا، يعني كأن دي مش موجوده. بيفضل يكونسوليديت وبعد كده يدي اكسبانشن تاني. تمام. يعني اول سيناريو كونسوليديشن، ما بيروحش في حته، بيفضل طالع نازل طالع نازل طالع نازل. ده اول سيناريو. تاني سيناريو ان هو بيكسباند، يكمل يعمل شويه كونسوليديشن، يكمل لفوق، عايز يكسر لفوق تاني. يا اما تالت سيناريو بيحصل ان هو ايه؟ ريفرسال، عايز بقى ينزل يجي هانت كل الناس اللي حاطه ستوب لوز دي. خلينا نشيل الفير فاليو جابس دي. انا كمثال دلوقتي انا شفت الترند كده، قلت لك الدخلات اهي من الفور اورز فير فاليو جاب. 4 اورز فير فاليو جاب تنزل على 15 مينتس وتشوف الشيفت في الماركت ستراكشر، وتشوف وصل للليكويديتي هنا. انا دلوقتي عايز اتريد مثلا الباوند هنا، هعمل ايه؟ قدامك حاجه من الاتنين. تستنى تشوف الكونسوليديشن ده هيخلص على ايه، لان كل دي اريا كونسوليديشن. كل ده بص قد ايه كونسوليديشن، ما بيعملش حاجه. يطلع وينزل وينزل ويطلع ويطلع، يعمل وكايه وينزل وينزل ويطلع، لغايه ما اداني حاجه اسمها شيفت في الماركت ستراكشر تاني، اللي هي دي. شايفين ده هنا السوينج ده حصل ايه؟ نزل كسر. شايفين الكسره بتاعت الماركت ستراكشر؟ كسرها. وكل ده انا بكلمكم على الفور اورز. طيب ده يديني انديكيشن ان احنا most likely، او الاغلبيه الارجح، ما بقولش اكيد، بقول الارجح ان هو هينزل يبتدي يهانت كل الناس بقى اللي حاطه ستوب لوز هنا. ادي واحد، ادي اتنين حاطين ستوب لوز هنا، ادي تلاته، وادي اربعه الاخيره.
شايفين كل دي ليكويديتي، كل دي مناطق سيوله. شايف البرايس عايز يتارجت ايه؟ واحد واثنين وثلاثه واربعه، عايز يجيب الناس دي، الناس دي كلها حاطه الايه الستوب لوز بتاعها، فاكيد دي مناطق ليكويديتي سيوله. فعشان يعمل كده لازم يعمل الاول شيفت في الماركت ستراكشر اللي احنا شفناه. طب لما يجي بقى على الفور اورز بقى الاقي المنظر ده ابتدى يحصل، المفروض انا يعني احضر نفسي ازاي؟ تحضر نفسك بقى من الفير فاليو جابس، يعني تطلع كده ادي دي خلاص التارجت جبناه. عشان احب اخلي الشارت كده كلين قدامي عشان اشوف كل حاجه. شفت هنا كونسوليديشن، بعد كده كسر الماركت ستراكشر، رجع تاني عمل هانت للناس اللي حاطه الستوب لوز، وبعد كده راح نزل تاني عمل لي ديسبيسمنت قوي قوي على على الفور اورز. والديسبيسمنت على الفور اورز ده يا جماعه مش حاجه قليله، يعني انا عايز اقول لك مثلا لو انا هخش، شايف الفير فاليو جاب دي هنا، دي فير فاليو جاب. تعال ننزل بقى على 15 مينتس ونشوف المنظر عامل ازاي. يعني شفت الاول انا عملت ايه؟ رصدت الفير فاليو جاب على الفور اورز، بعد كده نزلت على ال 15 مينتس. ايه بقى اللي بيحصل في ال 15 مينتس؟ شايفين ده نص الفير فاليو جاب، البرايس طلع لغايه النص الفاليو جاب وراح نزل وقعد يأكيوميليت شويه تاني وراح كسرها وكسر الفير فاليو جاب اهو نازل. طيب انا دلوقتي لو حبيت اخش تريدر فور اكزامبل يعني، بس النهارده طبعا الباوند، يعني اللي بيقرا الاخبار النهارده الباوند اجازه، فطبعا مش ريكومند ان انت تخش النهارده اصلا، لان انت شايف الماركت فيري كونسوليديتنج، يعني ما بيروحش في حته في اي اتجاه. بس السيناريو اللي انا شايفه المتوقع ان انت في تريده زي دي عندك هنا ده الاوردر بلوك بتاعك مع نص الفير فاليو جاب، وادي الفير فاليو جاب عشان الناس برضو تشوف معايا الفير فاليو جاب اهي. بص اللي بيحصل ايه، برايس ينزل يطلع والجايه والتانيه والتالته، وبعد كده عمل ديسبيسمنت يطلع تاني يعمل عند الفير فاليو جاب ريبرايسنج تاني او عند التسعير ويروح كاسر لتحت تاني. فانا متوقع ان البرايس مش هيبقى في حالة صعود خالص. ده السيناريو ممكن اكون غلط، بس انا بحلل، انا بشوف ايه ايه الاوبشنز اللي قدامي. الاوبشنز قدامي، اللوجيك اللي قدامي ان هي في ديسبيسمنت قوي وفي اعاده تسعير بتحصل، في كونسوليديشن بيحصل النهارده اجازه في الباوند، يعني انا بتكلم عشان فاتح الباوند. فانا مش متوقع ان البرايس يروح في حته النهارده، مش متوقع ان هو غير ان هو يفضل يلعب لي في الحته دي، يطلع من الفير فاليو جاب يروح للفير فاليو جاب دي، يحترم الاوردر بلوك، ممكن يطلع هانت كمان الليكويديتي اللي هنا ويروح نازل تاني. فانا كل ده مش، ما عنديش اي حاجه اعملها غير الانتظار. ليه الانتظار؟ لان لسه ما شفتش السيت اب اللي يقول لي يلا بقى نخش. السيت اب بقى اللي يلا نخش ده يعني ايه؟ هتلاقي كده طلع هنا مثلا او رد من هنا وراح عمل لك شمعه كبيره كده. اول ما تلاقي الشمعه الكبيره دي بفير فاليو جاب من هنا، اه هنا بقى اخش. ممكن تحصل في نيويورك، تلاقي بعد كده راح طلع تاني كده في الحته دي وراح مديك برضو احترام للفير فاليو جاب، وابتدي ينزل، ابتدي بقى ايه يكسر تاني هنا. شايفين يعني هنا بقى ابتدى السيل سيناريو. هنا بقى يبقى انت لما تيجي تخش تريد من النهارده لغايه اخر الاسبوع، يبقى انت مش بتخش اي حاجه خلاص، لا، بخش السيل بس. ليه؟ لان في احترام للترند بتاع البرايس مش الانديكيتور. وعندك طبعا مناطق ليكويديتي طبعا زي ما انتم شايفين على 15 مينتس، وطبعا هنشوفها طبعا زي ما وريتها لكم على 4 اورز. فاتمنى يا جماعه يكون الفيديو شارح نفسه. اتمنى الناس اللي بتستخدم انديكيتور وبتقعد تدفع فلوس حرام وفرها، وخش راجع الكلام ده وخش اعمل باك تيست بنفسك وشوف الكلام ده بيتحقق ولا لا. واللي محتاج اي حاجه يكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.